لو ادوني البريمير ليج هقول لهم انا مش عايزه، انا عندي الايجيبشن ليج اقوى دوري في العالم. حرفيا الدوري المصري السنه دي هو عامل موسم جبار. انا عايزك تبص كده معايا على المركز الاول اللي هو نادي الزمالك، لعب 17 ماتش جاب منهم 37 نقطه. تحتيه بيراميدز نفس الكلام بالظبط. تحتيهم الاهلي لعب نفس عدد الماتشات ولكن بفرق عنهم نقطه 36. تحتيهم سيراميكا كليوباترا لعب زياده عنهم ماتش و36 نقطه برضه. وكل ده بعد ماتش نادي الزمالك ضد نادي زد اللي خلص بنتيجه 2-1 للزمالك واللي فعلا كان يستحق الفوز فيها. وبرضه نفس الجولة كان في مباراة غريبة جدا ما بين نادي سيراميكا كليوباترا ونادي الإسماعيلي اللي كان فيها جدل تحكيمي كبير جدا. إن سيراميكا كليوباترا في آخر دقيقة في الماتش جابت جول ولكن الحكم ما حسبوش وحسب ضربة جزاء لسيراميكا. والأغرب خالص إن سيراميكا كليوباترا ضيعت ضربة الجزاء دي. وبرضه في نفس الجولة نادي الأهلي بيكسب نادي سموحة بصعوبة جدا عن طريق هدف مروان عثمان. وعشان بيراميدز يكمل الليلة الجميلة دي والجولة الجميلة دي بيكسب غزل المحلة 3-1 بدون رحمة. ولكن لغاية دلوقتي احنا ما دخلناش في الإثارة. فالإثارة كلها هتحصل في الجولة الجاية عشان الجولة الجاية هيكون فيها أهم ماتش في الدوري من رقم 1 في الدوري ورقم 2 ما بين الزمالك وبيراميدز. وأكيد الماتش ده هيحصل فيه حاجة هتغير مجرى الدوري كله، سواء تعادل سواء مكسب للزمالك سواء مكسب لبيراميدز. وفي نفس الجولة اللي هي الجولة الجاية الأهلي هيلاعب نادي زد اللي هي تعتبر تقريبا مباراة سهلة ولكن مفيش مستحيل في الكورة. فده كان ملخص الدوري المصري في الفترة الأخيرة، واكتب لي رأيك في الكومنتات مين اللي يقدر يكسب الدوري. وما تنساش اللايك والاشتراك الجميل بتاعك علشان ده بيحفزني وبيخليني أكمل أكتر. وسلام.